الرحمة بمخلوقات ربنا هو دافعهم الوحيد ورا مجهودهم التطوعي، والتوعية بالرفق بالحيوان هو هدفهم والاسم اللي اختاروه لمجموعتهم، اللي مش بس على مدار سنين حافظت على إنها تتجمع وترعى القطط والكلاب في الشوارع المختلفة، لكن كمان ابتكرت أساليب مختلفة لنشر التوعية، زي توزيع حلويات مع آيات قرآنية وإنجيلية عن الرفق بالحيوان وثوابه الكبير، والكلام مع الناس بشكل مباشر. احنا عبارة عن فريق شباب وبنات، كبار وصغيرين، خريجين جامعات، خريجين مدارس، ناس شغالة. اتجمعنا الفكرة على أساسها من حوالي سنتين. بننزل من ساعتها ايفنتات كل أسبوعين أو كل أسبوع. كان همنا الأساسي إن احنا نزود التوعية بالحيوان في المجتمع المصري. بنبدأ نتكلم مع الناس في الشارع ونفهمهم ونتناقش معاهم ونعرف مشاكلهم عن الكلاب البلدي. طيب ايه اللي ممكن بيضرك من كلب بلدي؟ طب ونقدر نعالج ده ازاي؟ عملنا اللوجو ده بالذات علشان احنا اخدناه من الحضارة بتاعتنا في الفراعنة. أنوبيس هو إله العدل عند الفراعنة زمان، واستخدموا الكلب بالذات يحضر الجنازات الموتى، لأن الكلب هو أكتر صديق وفي للإنسان. وبستيت هو آلهة الجمال، هو على رمز قطة. عايزين نرجع بالحضارة بتاعتنا بالرقي بالتحضر وبطريقة معاملة البشر للقطط زمان. بنحب الحيوانات صح ولا لا؟ وصلنا عليهم صح ولا لا؟ لتربية جيل عنده إنسانية ورحمة بالكائنات الأضعف، وسع الفريق نشاطه واستهدف الأطفال من خلال تقديم فقرة سلوكية مميزة. ايه ده في كلب؟ شايف في هناك في كلب، هنعمل ايه؟ اتجهنا ان احنا نقدم فقرة سلوكية عن الرحمة وازاي اتعامل بسلوك صح مع الحيوانات في الشارع. عملنا دوت في المدارس، وعملنا دوت في الحضانات، وعملنا دوت في دار العبادة كمان. اول حاجة بنعمل مسرح. المسرح ده بنشرح لهم قصة مناسبة لسنهم عن رحمة الحيوان. بعد كده بنوزع عليهم عمل فني بياخدوه، ده برضو بيوصل لهم الفكرة. في الاخر خالص بنوزع لهم جوائز على اسئلة احنا بنسألها في الفقرات اللي احنا عرضناها. وبرضو بنجيب آية من القرآن وآية من الإنجيل بتدل على رحمة الحيوان. احنا لحد دلوقتي علمنا اكتر من 1000 طفل، وده في خلال فترة صغيرة جدا اللي هي فترة شهرين. والحمد لله يعني احنا بنطمح ان احنا نوصل للفترة الجاية لمثلا اعدادي وثانوي وكل المراحل التعليمية. الرحمة مبدأ أساسي أكدت عليه كل الأديان السماوية، مش بس لأنه بيحمي روح ضعيفة، لكن كمان لأنه بيحمي أرواحنا ونفوسنا إحنا، وبيضمن بقاء فطرة الخير جوانا سليمة. هدير جميل، مساء DMC.